أخطر شائعتين سمعتهم من يوم ما مسك الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر. الشائعة الأولى بتقول إن هو بيبني سجون، ودي شائعة سمعتها من المصريين، وبصراحة أنا لم أتأكد من صحتها، لكن لو كانت هي صحيحة الناس تزعل ليه؟ اللي ماشي صح هيخاف من السجون ليه؟ وبعدين أنا في وجهة نظري إن بنى السجون ده ضرورة أمنية. انتوا ما شفتوش اللي جرالنا لما السجون اتفتحت؟ احنا ما كناش عارفين ننام ولا عارفين نقعد. الشائعة التانية ان هو بيسلح الجيش ومن تسليح الجيش، وان الغرب مندهش من تسليح الرئيس عبد الفتاح السيسي للجيش. المعلومة دي انا سمعتها من بره مصر، من حد عايش بره مصر في بلد تبع القطب الشمالي، وبيقول لي هم عمالين يقولوا في وسائل الاعلام بتاعتهم ان هو بيسلح الجيش. تسليح الجيش ضرورة قومية لحماية حدودنا. انتوا شايفين النار المشتعلة على الحدود البرية، فلولا الجيش ولولا تسليح الجيش احنا مش هياكلونا. السلاح هو اللي بيرهب العدو. وبعدين انتوا ليه زعلانين؟ مش كنتوا بتقولوا على الجيش والعساكر بتوعنا بيقفوا يبيعوا الخضار والبسكوت والزيت والسكر؟ طب دلوقتي زعلانين من التسليح ليه؟